ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هنتكلم عن كل طرق ربح من الانترنت في 2026. طبعا هقسم لكم الدنيا لارقام عشان تبقى سهله وواضحه وبسيطه، وهتكلم عن كل نقطه في الفيديو دوت بشرح على قد ما اقدر، واحاول ابسط لكم المعلومه بحيث ان تقدروا فعلا تعرفوا تمشوا ازاي في الطريق دوت او تتعلموا المهاره ديت عشان تقدروا تبداوا تعملوا فلوس اونلاين. انا بصراحه اقسم لكم الدنيا الارقام، وبصراحه اول رقمين اللي هو 1 و2 في الفيديو دوت انا شخصيا بعرف اعمل فلوس كويسه جدا منهم، ورقم 3 حاليا انا ماشي فيها وبعملها. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي محمد سمير، وخبره اكتر من 5 سنين في الديجيتال ماركتنج وبالذات الميديا باينج، وحاليا توب ريتد على موقع اب وورك. طبعا انا من اسرع الناس في الوطن العربي اللي توصل للرقم ده على اب وورك الحمد لله، ويكون عندهم تقييمات كويسه جدا بمعدل شغل 100% الحمد لله. فعايزك تروح تجيب كوبايه الشاي او القهوه وتجيب ورقه وقلم وتيجي عشان نتكلم عن كل طرق الربح من الانترنت في 2026. يلا بينا. طيب عشان نبقى متفقين، مفيش غير 4 طرق ربح من الانترنت بس، مفيش غيرهم، عشان ما حدش يجي يقول لك ان في حاجه 5 أو 6 أو 7. لا، هم 4 طرق بس، عايزك تعلمهم معايا وتركز وتجيب ورقه وقلم وتكتبهم معايا. اول حاجه فيهم هي انك تكون بتقدم خدمه. يعني انت واحد عندك مهاره وبتبيع المهاره دي لحد، وده اللي انا بكلمك عليه، ان انت تبيعه على مواقع العمل الحر زي ما انا بعمل. ان انا دلوقتي واحد توب ريتد على اب وورك الحمد لله، عشان انا شغال ميديا باير، وبالمهاره بتاعتي في الميديا باينج بقدر اشتغل مع عميل واقدم له الخدمه دي، وفي المقابل باخد فلوس. فاول حاجه ان انت تكون بتقدم خدمه، ان انت راجل مونتير او راجل جرافيك ديزاينر، او انت حد ماركتير، او مثلا ترانسليتور، او ايا كان، وبتقدم الخدمه دي على مواقع العمل الحر. في ناس كتير قوي تقول لي انا مش عارف اتعلم منين مونتاج، او اتعلم جرافيك ديزاين، او اتعلم ماركتينج، او انا اصلا تايه ومش عارف اتعلم ايه بالظبط فيهم. طيب عشان نكون واضحين تمام، انت مش هتعرف انت حابب ايه فيهم غير لما تجرب. طيب يعني انت عايزني اجرب كل المجالات؟ لا، انا مش عايزك تجرب كل المجالات، بس على الاقل تجرب منهم. يعني انا واحد من الناس كنت شغال مبرمج قبل ما اخش مجال الماركتينج، واشتغلت في المجال دوت حوالي 2 سنين، وبعد كده لقيت بصراحة ان انا يعني في حاجات كتير مش عجباني في السوق المصري على الاقل من خلال تجربتي، واضطريت ان انا يعني ادور على مجال تاني. وساعتها رحت بدأت كاريري في الكول سنتر، واشتغلت في فودافون يو كي عشان كنت الحمد لله مظبط اللغه الانجليزيه عندي وكنت فلوينت، ولكن ما شفتش ان ده كارير، فروحت اتجهت للديجيتال ماركتنج. طبعا قبل ما اخش حتى في الديجيتال ماركتنج كنت جربت اكتر من حاجه زي الجرافيك ديزاين والفيديو اديتنج وهكذا. فانا عايزك تجرب على الاقل حاجتين او 3، وكل السورسز موجوده على الانترنت وببلاش، ومنها طبعا اليوتيوب. فتقدر تتعلم مثلا جرافيك ديزاين او فيديو اديتور من طبعا الجميل الاستاذ مصطفى مكرم على يوتيوب. تقدر تكتب مصطفى مكرم وتقدر تتعلم من خلاله الفوتوشوب والإليستريتور والمونتاج على كل البرامج زي ادوبي بريمير وافتر افكت. وطبعا عندنا اكتر من حد، مثلا زي دلوقتي عندك البرمجة، ولكن انا برشح شكلها الجديد وهو شكل اللي من غير كودينج، وهو الفايب كودينج. ان انت تقدر تبني تطبيقات او ويب سايتس بالذكاء الاصطناعي تقدر تكسب من خلالها، ولكن انا بنصحك يكون عندك خبرة كويسة جدا في أساسيات البرمجة، واللي تقدر تتعلمها برضو من أستاذنا العظيم أستاذ أسامة الزيرو. وطبعا لو كتبت أسامة الزيرو هيطلع لك قناته على طول على اليوتيوب. بالنسبة لو أنا عايز أتعلم مثلا أوتوميشن مثلا، ودي الحاجة اللي حاليا عليها طلب كبير جدا، وإن أنت تكون أوتوميت التاسكس بالاي اي، ده مش هكون برشح لك في حد معين تتعلم منه، ولكن في ناس كتيرة جدا عاملة كورسات سواء عربية أو أجنبية، وأنا إن شاء الله هكون برضو بنزل كورس قريب جدا في الحته دي. الاي اي اوتوميشن مطلوب جدا، دي حاجه بقول لك عليها تروح تتوجه لها في 2026، عشان هي حاجه يعني عدد الناس اللي بتشتغل فيها قليله والطلب عليها كبير. كده فهمنا اول حاجه، ان احنا نكون بنقدم خدمه وبنقدمها على مواقع العمل الحر زي اب وورك او خمسات او مستقل او غيرهم.
طيب في ايه غير الخدمه او المهاره؟ رقم 2 هو انك تبيع منتج، وانك تبيع منتج يعني التجاره الالكترونيه واللي ليها اكتر من شكل هكلمك فيه دلوقتي. اول شكل اللي احنا عارفينه ان انت يكون عندك بضاعتك وبتبيعها، ورقم 2 ان انت تكون ما بتملكش بضاعه ولكنك برضو عايز تبيع وتكسب من التجاره الالكترونيه. اول شكل اللي هو التجاره الالكترونيه التقليديه هي انك يكون عندك منتج، وطبعا المنتج دوت تفتح له بيج على الفيسبوك او تفتح له صفحه انستجرام او تعمل له ويب سايت وتبتدي عن طريقهم تسوق للمنتج بتاعك دوت وتبتدي تبيعه. طيب الطريقه الثانيه لو انت ما عندكش المنتج اصلا وما تملكوش، انت هنا بتتكلم على الدروب شيبينج. والدروب شيبينج هو انك تروح مثلا لموقع علي اكسبريس او تروح لموقع عربي زي تاجر وتبتدي تاخد منهم بضاعه، او مش بتاخد منهم بضاعه بمعنى اصح، انت بتاخد البضاعه دي تحطها على الويب سايت عندك، تمام، اللي انت عامله، تسوق للبضاعه دي، تعمل لها اعلانات وتبتدي ان انت تبيع فيها وهي مش عندك، وانت ما عندكش ولا البضاعه ولا عربيات الشحن ولا عندك اي حاجه في الدنيا. انت كل اللي عليك ان انت بتعمل كامبينز ناجحه او بتعمل حملات اعلانيه ناجحه عشان تروج للمنتجات دي، وانت اول ما تبيع المنتج بتاخد الربح بتاعك. يعني لو المنتج ده ب$10 انت ممكن مثلا تبيعه ب$18، فانت بعد مثلا ما تطلع ربح الاعلانات بتاعك والكلام ده كله اللي هنقول مثلا $3، فخلينا نقول مثلا انت الربح بتاعك هيطلع $5 صافي في الاخر. ده الكونسيبت بتاع الدروب شيبينج. طيب في حاجه تانية غير الدروب شيبينج، في حاجه تانية غير الدروب شيبينج وشبيهه ليها، واللي انا عامل لها برده كورس عندي على القناه، هي البرنت اون ديماند او الطباعه عند الطلب. هي انك تكون جايب هوديز زي كده او تيشيرتات ساده وتكون بتطبع عليها للناس طبعه معينه هم عايزينها، او تكون انت عامل كوليكشن وبتبيعه للناس. ده بيزنس الطباعه عند الطلب، تمام. ده الاي كوميرس باختصار، وطبعا يشمل ان انت تكون بتبيع طبعا ديجيتال برودكتس زي اي بوك او كورسات انت عاملها وبتبيعها. مش لازم يكون منتج زي اللي انا لابسه ده مثلا اللي هو منتج مادي، تمام، ممكن يبقى منتج رقمي. وهبقى انزل لكم فيديو ان شاء الله قريب جدا اشرح لكم ازاي تقدروا تبنوا متجر الكتروني وازاي تختاروا منتجات كويسه تقدروا تكسبوا من خلالها وتبنوا بيزنس ناجح. طيب رقم 3 وهي انك تبني جمهور، يعني يكون عندك قناه يوتيوب او عندك حساب انستجرام او تيك توك او غيرهم. وطبعا رقم 1 واشهر حاجه هي اليوتيوب عشان ارباحها مضمونه وثابته، تمام. ودي الحاجه اللي انا بعملها حاليا الحمد لله، وان انا بحاول اقدم خبرتي ومعرفتي ليكم كجمهور عشان اقدر ابني قناه يوتيوب كويسه اقدر اعمل منها فلوس في المستقبل. دي حاجه لونج تيرم طبعا، مش حاجه بتحقق في يوم وليله، طبعا حاجه بتبقى على المدى الطويل كويسه جدا وامن حاجه في الحاجات اللي انا قلتهم، لانها تعتبر باسيف انكم ومش لازم تقوم تشتغل عشان تعمل فلوس. لا، انت فيديوهاتك بتتشاف حتى وانت نايم وبتقدر من خلالها تعمل فلوس. رابع حاجه هي الاستثمار عشان ما اطولش عليكم، والاستثمار ان انت تستثمر في الكريبتو كارنسي او يعني الستوكس، ان انت يكون عندك ستوكس، وطبعا تشتري اسهم في شركه امازون او ابل او مثلا ميتا او ايا كان، او تكون ان انت بتتريد او تكون ان انت من الاخر بتعمل تداول اونلاين، تمام. طيب اخر حاجه دي طبعا فيها ريسك عالي جدا وما انصحش اي حد بيها غير لما يكون اصلا معاه فلوس كويسه جدا جدا وعايز يستثمر بس جزء صغير منها ويكون فاهم هو بيعمل ايه كويس. ولو طبعا عايز تتعلم الكلام دوت في ناس كتير قوي اونلاين بتعلمك الكلام دوت. انا بنصحك بايه؟ بنصحك اول حاجه ان انت تتعلم مهاره، دي اضمن حاجه من ناحيه الفلوس اللي هتجيلي حالا، تمام. انت لو اتعلمت مهاره دلوقتي هتقدر ان انت تشتغل بيها وتجيب فلوس وقتي، دي اسرع حاجه. تاني حاجه طبعا ان انت تكون بتبيع منتج، ودي برضو حاجه جميله لان انت ممكن تكون نايم وبتعمل فلوس اونلاين، ولكن طبعا دي حاجه بتحتاج ان انت تعلي بادجت الاعلانات بتاعك، وطبعا تغير الاستراتيجيات التسويق، ويكون عندك فهم باللي انت بتعمله عشان خاطر طبعا تقدر تبني براند حقيقي، مش مجرد صفحه بتبيع بشكل عشوائي او كده.
فلازم طبعا تكون باني براند، ودي حاجه بتاخد وقت ومجهود شويه، بس هي حاجه من اسرع الحاجات برضو اللي بتعمل فلوس اونلاين بعد ان انت تكون بتقدم خدمه معينه. فدول من وجهه نظري هم كل حاجه تقدر تعمل من خلالهم فلوس اونلاين في 2026، بالذات لو تقدر تركز على الاي اي وتتعلم حاجه زي الاوتوميشن او الفايب كودينج. ان شاء الله في كورسات كتيره جايه في الفايب كودينج وفي الديجيتال ماركتنج وفي الفريلانسنج، فعايزكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتستنوا الفيديوهات الجديده، ويا رب ما كنتش طولت عليكم. سلام.